السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى وفيديو جديد على قناتي نكهة البيت السعيد. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن وأطيب الأحوال، ومرحبا بالناس اللي انضموا لنا. ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم أي جديد كنحطه في القناة، وما تنساوش كذلك أنكم تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائدة. اليوم غادي نشارك معكم دي بتي بان. كما كتشوفوا الشكل ديالهم راقي، كيجيو بنان بزاف، اقتصاديين كما عودتكم في القناه ديالي. كيجي لولبي كما كتشوفوا، لذيذ بزاف. كما كتشوفوا هادو راه يلاه خرجوا من الفران، ومع ذلك فهم رطيبين، ما معجنينش وما مدقسينش من الداخل. وبلا ما نهضر لكم بطبيعه الحال على المذاق، فهو كيجي بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. بلا ما نطول عليكم، دوزوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فواحد لو بول اولا في العجانه غادي ندير 200 مليلتر من الماء الدافئ، زائد 200 مليلتر من الحليب الدافئ، جوج ديال بياض البيض، 160 مليلتر ديال الزيت النباتيه. ومن بعد نخلط مزيان حتى كتجانس لي هاد العناصر. بطبيعه الحال ممكن ديروا هاد المرحله هذه غير بالضرب اليدوي، يعني ماشي ضروري انكم ديروها في العجانه. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملح، يعني تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال السكر فاني او لا فاني ليكيد اللي متواجد عندكم. نعاود نخلط جيدا حتى كتذوب لي ديك الخميره مزيان. ومن بعد غادي نبدل الراس ديال العجانه، وغادي نبدا كنزيد في الدقيق. بالنسبه ليا انا خدت لي تقريبا كيلو ديال الدقيق الا واحد الكاس. يعني بطبيعه الحال الدقيق فهو كيبقى على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. يعني انت عينك ميزانك. انتما غتشوفوا معايا العجينه كيفاش كتكون، فهي كتكون كتلاصق واحد شويه في اليدين ولكن ماشي جاريه. العجينه ضروري انها تدلك مزيان، سواء في العجانه او لا بيديك، تعجنيها مزيان بيديك، تدلكيها جيدا باش كتجي مفشفشه من الداخل. العجينه كما كتشوفوا فهي كتلصق واحد شويه، يعني ماشي بزاف، باش ملي نكونوا كنسرحوها ما تعذبناش بزاف وما نزيدوهاش الدقيق. دابا غادي نحتفظ بها في واحد المكان. بالنسبه الى كان الصيف، فصل الصيف بطبيعه الحال فكتغطيوها غير بواحد البلاستيك غذائي. تحتفظوا بها في شي مكان دافئ. وإلا كان وقت البرد بطبيعة الحال كتغطيوها جيدا وكتخليوها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها كما هو واضح هنايا. من بعد انا غادي نخويها من داك الهواء. كنقطعها قطع متساويه، خصها تكون يعني على حسب عينك ميزانك، او لا ممكن تستعملي كذلك الميزان غير باش يجيونا دوك لي بتي بان متساويين. يعني هاد المرحله هذه راه هي اختياريه، يعني بالنسبه لكم عينكم تقدروا ديروا غير عينكم ميزانكم. باش نحصلوا على يعني نفس الحجم ديال لي بتي بان، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره. كما كتشوفوا فانا كندير كويرات صغيورين غادي نحتفظ بهم.
غادي نخليهم يعني واحد 5 دقائق هكاك، ولا غير باش يطلقوا، باش يعطيوني الطوع في الخدمه. من بعد ما يكونش الاستيك، باش ملي كنسرحهم يعني كيكونوا ساهلين وكيعاونوني حتى في الخدمه. غادي نسرحهم بواحد بالرولو او لا الدلاك، حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف. ومن بعد غادي نقطعها كما كتشوفوا. فهو الفيديو راه واضح جدا، وكذلك راه ساهلين في الخدمه ديالهم، ما فيهم نهائيا حتى شي صعوبه. كما كتشوفوا انا حصلت على 4 على 8 ديال المثلثات، كندير وحده فوق من وحده باش كتعطيني داك الشكل اللولبي، وكذلك التوريقه. وما ديروش بيناتهم الزبده اولا الزيت، لانهم غادي يبداو يزلقوا وما غاديش يشد لكم من بعد، ما غاديش يشدوا الفورمه ديال لي بتي بان اللي بغينا نحصلوا عليها. من بعد انا غادي نجيب واحد القطيب، سواء ديال الخشب اولا ديال يعني القطيب اللي عندكم كتستعملوه. كتشوفوا راه الفيديو واضح وساهلين بزاف، وكيجيو كما قلت لكم راقين في المنظر ديالهم. واحد المنظر مغاير على لي بتي بان اللي حنا مولفين بهم. من بعد ديك القبيبه اللي كتكون من الفوق، فانا كندخلها بالصبع ديالي باش اولا كتعطيني جماليه البتي بان، وثانيا حتى هذاك ملي كتبقى طيب ما يبقاش، ما تحللياش البتي بان في الفران. انا غادي نعاود معكم قطع اخرى. كما كتشوفوا راه ساهلين وواضح الفيديو جدا، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا تتمه الفيديو. من بعد ما كملت القطع ديالي كامله، وبما اننا في فصل الصيف يعني ما جيت نكمل حتى خمرولي كاملين وما بقاوش كيبانوا دوك الحفيرات. فانا خديت واحد العود، ممكن تستعملوا غير الصبع ديالكم باش تعاودوا تحفروا دوك الحفيرات، لان ملي خمروا عاودوا تجمعوا. وغادي ناخذ شويه ديال الكونفيتور ديال حب الملوك، ممكن تعوضوه باي كونفيتور متواجد عندكم، ممكن تعوضوه بالشوكولات، كريم باتيسير، فواكه معسله، دوك لي سوريز كونفي، يعني لكم الاختيار. وكنعمر بهم دوك الحفيرات. من بعد خديت الصفار البيض اللي بقى ليا من العجين، ضفت ليه تقريبا 2 معالق كبار ديال الحليب، هو باش غادي ندهن لي بتي بان ديالي. ومن بعد غادي ندخلهم الفران. ففي فصل الصيف ما كياخذوش الوقت، يعني دغيا كيوجدوا. غادي ندخلهم الفران يكون مشعول غير من التحت حتى كيتحمروا وكيتنفخوا مزيان. عاد كنشعل عليهم من الفوق حتى كيكتسبوا واحد اللون ذهبي. ومن بعد نرجع لكم باش نشوفوا الشكل النهائي. لي بتي با كما كتشوفوا بشكل لولبي جميل جدا، يعني واحد المنظر راقي بزاف ومحمرين، غير التحميره ديالهم فهي كتشهي تبارك الله.
كما كتشوفوا يلا خرجوا من الفران، خليتهم غير دفاو واحد شويه. شكل راقي جدا وجميل، وبطبيعه الحال طيبين وهشاش. كنرشهم بشويه ديال السكر، سكر كلاصي. ثقوا بيا كيجيو بنان بزاف ولذاذ ورطيبين، ما محتاجينش انهم يباتوا عاد باش تستعملوهم، يعني راه مازالين سخان ومع ذلك من الداخل هشاش ورطبين وما مدقسين، ما معجنين، ما حتى شي حاجه. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم، وإلا جربتوهم وعجبكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم المشجعه والداعمه. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، والضغط على زر الاعجاب. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.